مساءكم نور. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم وصفه ديال كيك ديال الليمون اولا ديال الحامض. كيجي غزال بواحد الكريم مميزه ديال الفرماج. نبداو على بركه الله، بسم الله. اول حاجه عندي بيضات، 4 بيضات بحراره المطبخ. طبعا دائما ملي كنبغيو نعملوا الكيك ديالنا ضروري ما يكون البيضات بحراره المطبخ. غادي نزيدو عليهم كاس لاروب ديال سنيده. أنا أمد كاس لاروب أولا كاس قل شويش. بغيتو تكملوا كاس اعملوه حسب الرغبة ديالكم، أنا مكتعجبنيش تكون حلوة بزاف. غادي نضيف شوية ديال فاني ليكيد. إلا عندكم غبرة اعملوه، عندكم السكر اعملوه. صافي كنخلط كلشي مع بعضياتو حتى يترغوى ويتضاعف الحجم ديالو. هاد المرحلة مهمة دائما في الكيك باش كيعطينا كيك اسفنجي وخفيف ما كيجيش مدقص. فضروري عطيوه الوقت ديالو. انا كنسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل. نتوما عطيوه الوقت ديالو. هنا ملي كيتضاعف الحجم ديالو كنزيد كاس لاروب ديال الزيت، كنكب الزيت من فوقي والطراب كيطرب لي حتى يدخل داك الزيت مزيان في الخليط. هنايا الزيت دائما فاش تزيدوه عطيوه الوقت وطربوه مزيان باش ما كتجيش الكيكه ديالنا فيها مذاق ديال الزيت. ودائما استعملوا الزيت يكون خفيف، فحال زيت الذره ولا المهم كاين بزاف ديال الانواع. صافي كنكمّل التطراب كيف ما كيبان لكم. من بعد غادي نزيد 4 كاس ديال الحليب، وغادي نزيد حامضة معصرة، يعني ليمونة معصرة. كنحاول نحيد هداك العطومة وداك الشي. أنا عندي هاد الآلة، نتوما عصروها عاد زيدوها. صافي ومن بعد غادي نكمّل التطراب. القشور ديال الحامضة كنت زوّلتهولها، أولا ديال الليمونة زوّلتها عملتها أبار. صافي هنايا غادي نطرب غير شويش. هنايا ملي كنضيفو الحليب العصير ديال الحامض ما كنطربوش بزاف. صافي غنبقى نضيف الطحين، 2 كيسان ونص ديال الدقيق مغربل الخاص بالحلويات، و2 خمارات ديال الحلوى فئة 7 غرام. بالنسبة شنو كنت غنقول لكم، ملي ما كتبغيوش الحليب في الكيك غادي تعمل غير الحامض فقط. صافي هنايا من ضفت الخميرة ديال الحلويات وقبيصة د الملح، ضروري الملح. غادي نخلط كلشي مع بعضياتو، غادي يعطيني واحد الخليط كريمي ومزيون الصراحة غزال. هنايا الفران كيكون عندي سخون على 180 درجة. كنسخنو مزيان عاد كندخل الكيك ديالي طبعا. صافي هنايا فاش كنخلط الكيك ديالي غادي نعملو في نبيرة وغادي نشبر لي مول. غادي ندهنهم باش نوجدهم. دائما كنعمل هذا رقم 8 باش كنعرف انه الكيك ديالي طحين فيه هو هذاك. هنايا عندي هاد لي مول هادو صغارين. انا عملت 2 ديال ليمون، واحد داير وواحد طويل. صافي دهنته بالزبدة وغادي نرشو بالطحين مخلط مع القشور ديال الليمون أولا الحامض وشوية سكر سنيدة. وغادي نرش المول ديالي مزيان بهداك الخليط وغادي نكب فيه الكيك ديالي. كيف ما كيبان لكم دائما كنخليه واحد 4 ديال المول خاوي، يعني ما كنعمروش المول حتى للراس باش كيجبر فين يتنفخ الكيك ديالنا. صافي غادي ندخل الكيك على 170 درجة، 160 حسب الفران ديالكم. أنا غادي نعملو 170 درجة ونخليه حتى يبان لي بلي تنفخات مزيان. هذا عاد كنقصلو شويش من الحرارة. صافي كنشعلو غير من تحت. هنايا عندي 8 ديال القطع ديال الفرomاج. عندي سكر كلاصي سبيسيال كاس. وهنايا عصير ديال الحامض. عندي عصير ديال الحامضة كاملة أولا ديال الليمونة كاملة. كنضربهم مع بعضياتهم بميكسور بلونجو. من بعد غادي نعملهم في الزلافة باش يجيني ساهل نتحكم فيه. انا كبيت كل مره كنكب شويش وانتم كتردوا بالكم مع الكريمه. هاد الوصفه هادي عطاتها لي واحد الصديقه في التيك توك، حلويات حليمه. صراحة عجبتني عندها الكيك وكانت تقاسماتو معايا وقلت علاش لا نجربو ونتقاسمو معاكم حتى انا بالدور ديالي. ومشكورة هي على الوصفة. صافي هنايا من بعد ها نتوما كتشوفوا شطي شويش من عصير ديال الليمون واللي خليته جانبا. ها نتوما كتجي دقيق بحال هكذا. وانتوما والرغبة ديالكم كيفاش تبغيو الكيك ديالكم يجي من فوق كريمة. هنايا الكيك ديالي طاب غادي نخليه يبرد شويش ومن بعد غادي نقلب الكيك ونزول المول ومن بعد نخليها تبرد مزيان حتى تبرد عاد غادي نزينها. هانتوما كتشوفوا المول ما كيلصقش ما والو واللون ديالها جا ذهبي غزال. غادي تخليوه يرتاح ضروري خليوه حتى يبرد. عاد كنعملو فوق منو الكريم ديالنا. هانتوما كتشوفوا هاد الكريم ديال الفرomاج صراحة كتجي غزالة لذيذة وكتهرس داك الحلاوة ديال الكيك ديالنا. فجربوها غادي تعجبكم اكيد كيف ما عجبتني انا وعجبت الوليدات. صافي من بعد غنزين الوجه ديالها بالقشور د الليمون
وغادي نزينها بطيف الليمون وبالنعناع، وكيبقى التزيين حسب الرغبة ديالكم، حسب شنو كتبغيو وشنو كيعجبكم وشنو كيعجب وليداتكم. أنا اقترحت عليكم هاد الوصفة هادي وهاد الكريم هادي اللي عجبتني صراحة، مميزة وما كايناش شي زعما ما كنشوفوهاش بزاف، فعلاش لا تجربوها. هنايا صافي كملت التزيين ديال الكيكات ديالي، ومن بعد غادي ندوز باش نقدمهم في الطابلة ونوريكم التقديم النهائي ديال هاد الكيك. إلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من جيم، تعليق، البارطاج، وكنتسنى آرائكم. أي حاجة بغيتو تعرفوها مرحبا على راسي وعيني. شكرا للتتبع ديالكم، وهنا نقطع معكم الكيك ديالنا باش تشوفوا الداخلاني ديالو كيفاش كيجي. كتجي كيكه خفيفه غزاله مهويه، غادي تعجبكم اكيد. شكرا.